السلام عليكم بنات، كنتمنىكم تكونوا بصحه جيده يا ربي وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم غنقدر نقولوا روتين هكا خايده. المهم جيت للميركادونا، بغيت ناخذ شي حوايج، فبغيت ان شاء الله نشارك معكم الطرطه ديال كيسو، ولكن هذه المره غنعدلها في الدار. المهم بزاف الاخوات كتبوا لي في التعليقات بان مجربينها وعجبهم، وكاين اللي ما عمرو جربها وشرها وكتبوا لي بان عجبته. وواحد الاخت قالت لي علاش ما ديريهاش في الدار، وحطت لي حتى المقادير، كنشكرها. فانا جيت للميركادونا ناخذهم ونبارطاجيها معكم. هانتوما معايا، مع جبرني الحال باش عند واحد الاخت نباركولها، قلت نديها في يدي. المهم ضروري دوره في هاد الكولونيات، واخا راني ما بليش بالروايح كنضرب دوره. يلا نتوما معايا. المهم البنات، اول مكون اللي نحتاجو من ميركادونا غناخذوه فهي الناطا. ماشي ضروري تكون ميركادونا، تقدروا تاخذوا ديال اي محل واحد اخر. ثاني مكون البنات اللي هو الكيسو، هو هذا اورو 35. انا هزيت هذا زرق. ممكن نتوما تعملوا حتى الرمادي اللي بغيتو، راه بحال بحال. انا هزيت جوج حيت شي واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. انا ناويه ندير جوج، داكشي علاش هزيت المقادير مضاعفين. بيرو هي واحد الكيسو و200 مليلتر ديال النطا فقط. هنا ثالث حاجه بغيت ناخذها البنات هو الكاريط ديال الفران او البابيل دي اورنو، هو هذا. راه كاينه في الميركادونا، من بعد نوريكم لا بغيتو عن قرب، ها هو كيبان اصلا. باش تفرشوا في الطاوه ضروري، لحقاش كتكون هي جاريه هاد الطرطه هذه في الاول، وباش ما تخرجلكش من الطاوه. صافي هنا البنات كي كتشوفوا معايا عملت فقط 4 ديال البيضات بحراره المطبخ. عندي البنات هنا انا عملت كاس ديال السكر، بيرو جات حلوه بزاف. حيت قلت لكم انا عملت جوج، فالثانيه عملت غير نص كاس جات حسن. نتوما عملوا غير نص كاس ديال السكر ديال العنبه على 4 البيضات باش ما تجيكمش حلوه بزاف. الطاسه ديال الكيسو كي كتشوفوا معايا. صافي هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا الطاسه كامله ديال الكيسو مع 4 البيضات، نص كاس العنبه ديال السكر. وبالنسبه للنطا 200 مليلتر كي كتشوفوا انا عبرتها في هذه. ومني عبرتها بالكاس ديال الشوكولات جاتني هوانيه. الكاس الشوكولات عنده نفس العبر ديال العنبه. فهمتوا كيفاش؟ زعما بنات اللي ما عندهمش فاني عبروا غير كاس ديال العنبه هو هذاك. فهمتوني؟ هانتوما انا اخوي هنايا هذا الكاس اللي عبرت به السكر انا، حيتاش على حساب المكونات اللي جبرت انا وكتبت لي الاخت واللي شفت حتى في التيك توك كيقول لك 100 غرام ديال السكر. عبرتها جاتني هي كاس العنبه، بصح ملي عملت كاس كامل جاتني حلوه بزاف. ملي عاودتها مره اخرى عملت غير نص كاس جاتني في الحلاوه هي هذه. المهم كي كتشوفوا غنزيد هاد المكون الثالث او الرابع هي المكونات الاصليه ديالها، هما 4 البيض والناطا والفرماج والسكر. هادو هما المكونات الاساسيين. كيبقاو كل واحد كيزيدوا بعض الاضافات. كاينه اللي كيزيد معلقه طحين، وكاينه اللي كيزيد معلقه ديال النشا ياكو. انا ما زدت نشا ما زدت طحين. زديت معلقه ديال كريم باتيسير. حيتاش ما جبرتش النشا باقا عندي، فعملت كريم باتيسير. غتخلطوها البنات بالطراب هذا اللي كطحنوا به باتيدورا الطحانه اللي كطحنوا بها السوبه، ولا واخا تخلطوها غير بيدكم مزيان. المهم داك الكيسو ما يبقاش هذاك جامد، والبيض يتخلط مزيان، السكر ما يبقاش هذاك مبرش. كتخلطوها مزيان. وهنا كي كتشوفوا راه هنا كنت كنزيد كريم باتيسير، زديت معلقه كريم باتيسير حيت لقيت النشا ما عنديش. الا عندكم نشا ديروا معلقه، الا ما عندكم لا نشا لا كريم باتيسير ممكن تستعملوا معلقه ديال الطحين. انا هادو شفتهم في التيك توك. واللي عملت انا هنا كنقول لكم فمي، انا عملت كريم باتيسير معلقه. صافي حتى هي خلطتها، خلطتها بالطحانه هذه غير باش ما يبقاش الكوار في هذا في الخليط. وصافي هادو هما المكونات الصراحه الساهلين ماهلين، دغيا كتوجد البنات وكتجيب بنينه. صراحه كنشكر بزاف الاخت اللي خلات لي التعليق وقالت لي ديريها في الدار، وخلات لي تحت منا المقادير. والله العظيم كما قالت ليش هي وطيحتها لي في بالي كاع ما كون عملتها. هنا انا خفت لا تبقى طيبه البيض، فزديت جوج ديال الفاني. اما هي بصراحه غير بغيت نزيدهم، حيتاش مني عاودتها مره اخرى عملت غير وحده، وهيداك ما جاتش كاع طيبه البيض في الفرن. المهم هنا غنكبو. بالنسبه للطاوه كتشدوا الكاغيط ديال الفران، كتكمشيه مزيان في يدك، عاد ديري فوق الطاوه. انا في الاول بانت لي بحال بزاف، قلت عطفيض، وانا نفكر قلت راه ما فيها لا خميره لا والو، كيعطفيض وانا نكب كلشي. المهم كي كتشوفوا كتشدوا اي طاوه عندكم، كتخشيو في وسط منها الكاغيط بحال هكا، كتعدلوه مزيان، كتكمشوه باش كيجيكم هو هذاك الداخل. فهمتوا؟ المهم هنا خليتها 40 دقيقه على 180 درجه حراره. كتبقى في الاول بحال شويه جاريه، خصها تعسين المكانه في الكونجيلاتور او لا على برا حتى تبرد مزيان، كتعقد ما كتبقاش جاريه وكتقدر تاكليها. الصراحه جات زوينه. انا نوريكم الشكل النهائي.
هي البنات كتكون في الاول منفوخه، ملي كتبرد كتفاش واحد شويه. ها نتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي تقريبا بحال كارينتي. صراحه زوينه بنينه، انا عجباتني. وصراحه حتى البنات اللي قيسوها قالوا لي عجباتهم. نقطعها معكم تشوفوها كي دايره من الداخل. كي قلت لكم انا راني عملت جوج، هذه هي الاولانيه هي اللي صورتها انا معكم. صراحه جاتني حلوه بزاف، انا جاتني حلوه ما قدرتش، جاتني كتدوخ بالحلاوه. بصح والله ما بقات. ومني درت الثانيه هي اللي ديتها البنت اللي مشيت عندها، درت غير نص كاس ديال السكر كما قلت لكم في الفيديو باش ما تجيكم شي حلوه وصافي. ها انتم تشوفوها كي دايره من داخل، صراحه زوينه. بالنسبه للكاغيط قطعت غير الحاشيه وخليتها تحت منه حيت صعيبه تزولها من الكاغيط خاصها تهرس لي. ها انتم زعما بغيت نعمل بحال داك الشغل ديال كيطلع في تيك توك، ما عرفتش واش شفتوها ولا لا، كيكبوا فوق منا الشوكولات. المهم ما صدقتليش وانا نقلب يما. المهم شوفوا كي دايره من فوق بنينه، انا عجبتني. المهم طبعا الناس اذواق. هانتوما كي كتجي صراحه زوينه وسهله وعائليه وما فيهاش بزاف د الكاشطو. حسب ما تشري وحده باورو 80 وما عارفاش شنو هما المكونات ديالها حتى ما باينين مزيان داك الكاخيط، كتعادليها على يدك. صراحه زوينه عجبتني. وصافي انا كنت جيت عند البنت السيده اللي كنا مشينا عندها نباركوا لها. ها قلت لكم ديتها في يدي، وهنا البنات كل وحده شنو جابت. وطبعا اللي حضرت حتى هي دازت واحد العشيه مزيونه تبارك الله. هنا الطبيبله ديالنا اللي كانت محطوطه. صراحه داكشي كان زوين تبارك الله عليها وتبارك الله على البنات حتى همايا. ومن بعد درت لنا العشاء. كي كتشوفوا الطبيب ديال اللحم بالبرقوق صراحه جاب بنين بحال ديال الحضور. واختكم حنان نازله كاينه كاع الريجيم، مشى الريجيم هذا النهار، مشى الريجيم من نهار اللي ولدت. واخر حاجه كانت البنات هي الصفه كي كتشوفوا معايا. ايوا كنتمنى البنات منكم تجربوا هاد الطرطه ديال كيسو، صراحه البنات شكروها. درت واحد العشيه زوينه الله يكبر بها. واخر حاجه قبل ما نختم معكم الفيديو هي نشارك معكم هاد 3 ديال المنتجات اللي سقسوا عليهم البنات وديجا كانوا عندي في الدار، قلت بلا ما نصورهم في ميركادونا. اول حاجه الريسي. المهم بالنسبه لي انا احسن ريسي كيعجب ميركادونا هو هذا. كيجيني يعني كيطلع الرمشين مزيان، وكذلك ما كيطيحهمش من امتى وانا كنستعملو. صراحه زويون. ديجا مستعمله اكثر من نوع ميركادونا، ولكن بالنسبه لي هذا اكثر واحد اللي عجبني. بالنسبه للثمن والله ما عقلت، انا هذا هزيته في الصيف وتيرته في الصيف. انا كان عند بالي كيبقى عام، حيت كتعرفوا هذه الطابه اللي هنا مكتوبه سيس ميسيس يعني من بعد ما تحلي. انا كتحب لي عام دابا توت كنصور فيديوهات كنرد بانه 6 شهور. اذا خصو الزبل حاشاكم انا صويت لح. انا هادشي ديال الماكياج وداكشي صافي ملي كيفوت الوقت ديالو كنفضل نلوحو حتى فهمتي احسن من داكشي يعجب في وجهك. بالنسبه هذا الثمن واقيلا 3.65 اورو لما خفت نكذب عليكم في الثمن. المهم هذه واحد الاخت كتسخطني على الريسي، فانا بغيت نبارطاجيه معكم هنايا وتشوفوه. وكذلك هي نفس الاخت سقطتني على 3 الحاجات، الريسي والكحول والشرطه. المهم بالنسبه للشرطه البنات انا كنستعمل هذا او الايناينر. المهم الشرطه شحاني الشرطه. انا ديجا مستعمله ماركه واحده اخرى من ميركادونا اللي كتكون عامله هذا بحال قريعه وفيها بحال الشيتا، فهمتوا شويه صعيبه في التعدال. اللي ما كتعرفش ديرو راه صعيب باش تعدلو. هذا الصراحه عجبني، عامل بحال ستيلو ماس كومود، نقدر نقولوا هذا ساهل. وحتى يعني مثلا اللي ما كيعرفش يدير الشرطه وداكشي فهذا ساهل صراحه بحال هذا ستيلو. انا عجبني هذا صراحه، عجبني الفن. والثمن ديالو ما عقلتش البنات والله ما عقلت صراحه. هادشي كامل انا خديته في الصيف، فخصهم يتلاحوا دابا حاشاكم من الزبل حيت رافات عليهم 6 شهور. المهم هانتوما اللي بغات تسكريني صراحه زوين زوين زوين. دابا نمشي لميركادونا ناخذ واحد اخر ديك الساعه نصور لكم الا بغيتو حتى في ميركادونا. وبالنسبه للكحول انا صافي ما بقى ليش الكحول، كنت صافي فات المده ورميتو. هذا الزرق يعني نفس الماركه كان عندي بحالو هو في الكحل، وكان عندي هاد الزرق وكان عندي الخضر. الكحل والزرق والخضر صافي زعدتهم ودا غيبقى عندي بغيت واحد الصاك ما شفتوش. ملي قالت لي البنت كنت كنقلب وطاح في يدي. المهم هذا البنت هو ميركادونا كيعمل 3 اورو يمكن وشي حاجه صراحه، لا 2.65 اورو صراحه مزيون. ما دار لي لا ماكله لا حتى حاجه في عيني، لا هو ولا الكحل ديالو ولا ديك الزيت ديالو. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه فكاين الكحول اللي زوين بزاف، ولا بغيتو تستعملوه خذوه من كيكو. كي قلت لكم البنات الا بغيتوا شي حاجه زوينه هكا بالاخص البنات اللي عندهم الحساسيه في عينه، فانا صراحه كيكو بزاف د المرات كناخذو من عندهم. واخا شويه ثمن زايد مقارنه مع ميركادونا ولكن زوين. ولكن انا حتى هذا الصراحه ما عمل لي حتى شي حاجه، هذا اللي ما كيتنجروش. اما هذيك الماركه اللي كتنجر صراحه كتاكلني في عيني. المهم
كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديالي وصلتوا حتى لهنا ديروا لي واحد لايك وبارطاج الفيديو، وكنتمنى تجربوا الطرطه ديال كيسو وتسردوا عليه في الانستغرام وتقولوا لي كيفاش جاتكم. بالنسبه للانستغرام ديالي هو نفس السميه ديال القناه، يا اما عملوا حنا في اوروبا او عملوا حتى حنا الصياد فهو غيطلع لكم. كنتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه، وهنا غنقول لكم بالسلام عليكم، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.